انا احمد بعمل فلوجات في امريكا. ما تشتركش وخليني اقول لك هنعمل ايه في فيديو النهارده. بكل بساطه انا هقول لكم اللي حصل في الزلزال ده بالظبط، مع فيديوهات توثيقا للي حصل، وكمان في اخر الفيديو اتكلم عن حاجه مهمه جدا بخصوص اللي حصل. تابع الفيديو، يلا بينا نبدا. كان يوم دراسي عادي ما فيهوش اي مشكله لغايه ما جينا في الحصه التانية. بالظبط كده، صوت انذار قوي جدا، وفي الحقيقه انا كنتش فاهم اللي بيحصل لغايه ما سمعت صوت جاي من السماعات اللي بتكون موجودة في كل الفصول إن في زلزال، وجاي من معهد الجيولوجيا في كاليفورنيا، وحوار كبير كده إن في زلزال، والتزموا بالتعليمات اللي قالها المدرس، وقالوا لنا انزلوا تحت الترابيزات، وده أنا تحت الترابيزة. المهم، بعد ما نزلنا تحت الترابيزات حصل الآتي: فضلنا قاعدين لمدة تقريبا 10 دقايق منتظرين الزلزال، على أساس إن هو يكون زلزال ويعني بقى عادي، يعني زلزال، لغاية ما اللي حصل إن لقينا الإنذار بيرن تاني، بيقولوا لنا انزلوا من الفصل لأن الفصل مش أمان. طيب هما ليه في الأول قعدونا تحت الترابيزة؟ يعني دي إجراءات أولية، هما رصدوا إن في زلزال وقالوا لنا اقعدوا تحت الترابيزة، عشان يعني كإجراء أولي. لما لقوا إن الزلزال هيجي فروحنا احنا، قالوا لنا انزلوا من المبنى خالص، ونزلنا من المبنى مع المدرس. هنا بقى دي الحتة اللي أنا محتاج أتكلم عنها شوية. لاحظت إن المدرس أول حاجة في صندوق مخصص للإسعافات الأولية أو للطوارئ أو للكوارث أو كده يعني. فاللي انا لقيته ان المدرس على طول راح فتح الصندوق دوت. هو صندوق لازم في كل فصل يكون موجود تقريبا، موجود فيه طفاية حريق، وموجود فيه شنطة كده حمراء هتشوفوها اهي دلوقتي، وموجود فيه كمية حاجات حرفيا. يعني انا كأحمد اتصدمت، ازاي كل ده كان موجود في الفصل وانا مش واخد بالي. ده كان فيه شنطة حمراء، كان فيه ملف كده هو مكتوب عليه ان هو ملف طوارئ. في الملف دوت بيكون فيه اسامي تقريبا الطلاب، بحيث ان لو حصل حاجه زي كده يتاكد ان كله موجود، ويكون معاه الشنطه الحمراء اللي فيها الاسعافات الاوليه، عشان لو لا قدر الله حصل حاجه. فانا استغربت من النظام الرهيب. انا لقيت ان كل فصل المدرس بتاعه مع نفس الحاجه، طالعين بنفس الطريقه، نازلين بنفس الطريقه، من غير حتى ما يتدربوا تدريب واحد. انا فاكر في مصر كنا بنتمرن عليها كل مره كل ترم، فعمرها ما حصلت الحمد لله ان يحصل حاجه زي كده في مصر. ولكن هنا انا عمري ما شفتهم بيتدربوا على حاجه زي كده، ولكن هم بيتابعوا مدرس وخلاص. فالمهم نزلنا تحت والدنيا زي الفل، وفضلنا ماشيين ورا المدرس وبأسرع سرعة، لأن هم قالوا لنا سرعها شوية. فمشينا ورحنا على منطقة هم مخصصينها لحاجة زي كده، أو مثلا لكوارث، عشان تبقى منطقة مفتوحة في المدرسة كل الفصول بتجتمع فيها تقريبا. فاحنا رحنا على المنطقة ديت، هي يعتبر زي جنينة كده، تحس إنك دخلت سيرفر ماينكرافت. فرحنا وقفنا فيها، ولقينا إن كل فصل مع المدرس بتاعه بالعدة بتاعته والحاجات الجميلة دي كلها، وقعدنا انتظرنا إيه اللي يحصل. طبعا دي كانت بصراحة عادة حلوة ان احنا نتكلم مع اصحابنا، والدنيا زي الفل بصراحة. يا ريت الزلزال ده يحصل كل يوم. المهم انت داخل عشان تعرف ايه الزلزال وايه اللي حصل في الزلزال. احب اقول لك يا سيدي ان الزلزال كان مجرد هزتين بسيطتين جدا، ابسط مما تتخيل بكتير. يعني انت لو في مصر وحسيت بك حسيت قبل كده بزلزال، اراهنك ان ده اخف منه. فانت متخيل في الاخر ان ده الزلزال اللي هم عاملين عليه حوار كبير دوت. طيب ايه الحكايه؟ المفروض ان كان في زلزال رصدوه في المحيط على بعد 63 كيلو متر جوه المحيط، والمفروض ان الزلزال دوت سمع في مناطق داخل كاليفورنيا. واللي حصل عندي في مدينتي ده كان زي حاجه اسمها افتر شوكس، او اللي هي بتبقى زي بعد صدمات كده بعد الزلزال، بيجي في اماكن تانية كذا هزه كده بسيطه. تمام، بس كده. ولكن اللي اذهلني ان ده كله عشان خاطر افتر شوكس. يعني انا حاولت افهم ليه السبب ده، سالت المدرس قال لي هو الموضوع بسيط، ولكن دي اجراءات لازم ناخدها في اي وقت. لو حتى رصدنا هزة نملة، او قالها كده بالحرف عشان ما ببالغش، قال لو رصدنا هزة نملة، هو طبعا بيقصد ان هو لو في اي هزة بسيطة فاحنا هننزل ونتخذ الاجراءات اللازمة عشان نحافظ على حياتكم. وده اللي حصل بكل بساطة. طيب ايه هي الكلمة المهمة اللي انا عايز اقولها في الاخر؟ الكلمة المهمة إن الناس ديت أذهلوني ليه؟ لأن هما مهتمين بحياة أي شخص معاه جنسيتهم أو عايش على أرضهم أيا كانت جنسيته. أنا مسلم وعربي، فممكن حد يقول طب ما يسيبوني وخلاص. لا، هي مش كده. هي المسألة كلها إن أنت إنسان موجود على أرضهم فبيحفظوك. الناس دي مهتمة أوي بكل حياة لكل إنسان موجود على بلدهم أو معاه جنسيته. ولكن للأسف لو بصينا بره بلادهم، لو حد معهوش الجنسية فهو بالنسبة لهم مجرد. وطبعا انتوا فاهمين قصدي على ايه، فمش هنتكلم عشان خاطر اليوتيوب حبيبنا يسيبنا، و...
ويسيبني اشوفكم كل جمعه وثلاث كده. ودي كلمتي البسيطه اللي كنت عايز اقولها في الاخر يا جدعان. واشوفكم في فيديو يوم الجمعه، ومع السلامه.